يا أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم عن تكنولوجيا ممكن تكون مش واضحة قوي، بس هي حرفيا شغالة ورا الكواليس في معظم التطبيقات والمواقع اللي بنستخدمها كل يوم. يلا بينا نخش في الموضوع على طول ونفهم إيه حكاية دوكر والكونتينرز دي. طيب عشان نعرف ليه أداة واحدة زي دي قدرت تغير عالم السوفت وير كله، لازم نرجع خطوة لورا. نرجع للمشكلة الأساسية، المشكلة اللي حرفيا مفيش مطور برامج إلا وعدى عليها وحس بالإحباط بسببها. المشكلة دي ليها جملة شهيرة قوي بتلخصها كلها. آه جملة شغال على جهازي أو it works on my machine. الجملة دي هي كابوس أي فريق تطوير. هي دي اللي بتلخص الفوضى والمعاناة اللي بتحصل لما نحاول نشغل نفس البرنامج على كمبيوتر تاني أو على سيرفر ومشتغلش، مع إنه كان شغال تمام على جهاز المطور. ولسنين طويلة جدا كان في حل للموضوع ده، حل قوي فعلا، بس في نفس الوقت كان تقيل جدا ومرهق في استخدامه. الحل ده كان الفيرتشوال ماشينز أو الفي امز. بصوا، الموضوع ببساطة كأننا بنجيب جهاز كمبيوتر كامل ونشغله جوه جهاز كمبيوتر تاني. يعني كل في ام ليها نظام تشغيل بتاعها كامل، ليها رامات وبروسيسور خاصين بيها، وده طبعا بيعمل عزل ممتاز مفيش كلام. بس المشكلة إنه بيستهلك موارد الجهاز بشكل ضخم جدا وبطيء جدا في التشغيل، وده كان العيب القاتل بتاعه. ومن هنا، من المشكلة دي بدأ يظهر فكر مختلف خالص، طريقة جديدة بتعيد التفكير في فكرة العزل دي من جذورها. وهنا بقى دخلت فكرة الكونتينر. النقطة الجوهرية والفرق السما من الأرض هو إن الكونتينر مش بيعمل محاكاة للهاردوير كله، لا، هو بيعمل محاكاة لنظام التشغيل بس. بمعنى أصح هو بيستلف أو بيشارك الكيرنل أو نواة نظام التشغيل بتاع الجهاز الأصلي، فبدل ما كل واحد يشغل نظام تشغيل كامل كلهم بيشاركوا نفس النواة. وعشان نفهمها أكتر، أحسن تشبيه ليها هو حاويات الشحن اللي بنشوفها في المواني. فكروا فيها كده، أي حاوية شحن في العالم بغض النظر عن اللي جواها تقدر تتركب على أي سفينة، أي قطر، أي تريلا. ليه؟ عشان ليها مقاسات وشكل موحد. هو ده بالظبط اللي الكونتينر بيعمله للسوفت وير، بيخليه قطعة موحدة تقدر تشتغل على أي جهاز من غير أي تعديل. ولما نبص على المقارنة دي بنشوف الفرق بشكل مرعب. يعني شوفوا كده، الكونتينر حجمه بالميجا بايتس والفي ام بالجيجا بايت. الكونتينر بيشتغل في ثواني معدودة، الفي ام ممكن ياخد دقايق. استهلاك الموارد أقل بكتير جدا في الكونتينر. كل ده بسبب إيه؟ بسبب الفكرة البسيطة بتاعت مشاركة نواة نظام التشغيل. طيب فكرة الكونتينرز دي في الحقيقة كانت موجودة من زمان في عالم لينكس، بس كانت معقدة جدا ومحدش بيستخدمها إلا المتخصصين قوي، لحد ما جت شركة اسمها دوكر وقالت إحنا هنخلي الموضوع ده سهل ومتاح للكل، وهي دي كانت نقطة التحول. دوكر بسط الدنيا كلها في 3 خطوات أي حد يقدر يفهمهم: build run share، أو بناء، تشغيل ومشاركة. أول حاجة البيلد. المطور بيكتب ملف بسيط كده اسمه دوكر فايل. الملف ده زي الوصفة أو الكتالوج، بيقول إزاي نبني الصورة أو إيمج من التطبيق. الإيمج دي هي القالب اللي فيه كل حاجة التطبيق محتاجها. تاني خطوة الران، بناخد الإيمج دي ونشغلها، والنسخة اللي شغالة دي هي اللي بنسميها كونتينر. الخطوة الثالثة الشير، الإيمج اللي عملناها دي نقدر نرفعها على مخزن مركزي اسمه ريجستري، أشهرهم طبعا دوكر هاب، وكده أي حد في الفريق أو حتى في العالم يقدر ينزلها ويشغلها عنده بنفس الطريقة بالظبط. ولو بصينا على التركيبة الداخلية لدوكر هنلاقيها بتتكون من 3 أجزاء أساسية بتشتغل مع بعض. أول حاجة الدوكر كلاينت، وده اللي احنا بنتعامل معاه، بنكتب فيه الأوامر بتاعتنا. الأوامر دي بتروح لدوكر ديمون، وده بقى هو العقل المدبر اللي شغال في الخلفية، هو اللي بيبني الكونتينرز ويشغلها ويديرها. وأخيرا الدوكر ريجستري، وده زي ما قلنا هو المكتبة أو المستودع اللي بنخزن فيه الإيمجز بتاعتنا. والكفاءة الرهيبة دي مع سهولة النقل اللي بتوفرها الكونتينرز خلت الموضوع ما يبقاش مجرد أداة للمطورين وبس، لا، الموضوع كبر جدا لدرجة إنه غير شكل صناعة التكنولوجيا كلها. لدرجة إننا لو بصينا على الأرقام النهاردة هنلاقي إن 92% من المتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات بيستخدموا الكونتينرز في شغلهم. 92%، ده رقم بيقول إنها ما بقتش اختيار، دي بقت الأساس. والأهم من كده إن 64% من المطورين حالياً بيشتغلوا على بيئات مش على أجهزتهم المحلية، بيئات شغالة بتكنولوجيا الكونتينرز. وده معناه إيه؟ معناه إننا حلينا المشكلة الأصلية. جملة شغال على جهازي ما بقتش ليها معنى، لأن الجهاز ما بقاش هو المهم، المهم هو الكونتينر. طيب جميل، بما ان العالم كله بقى شغال كونتينرز، ده غير ايه في طريقة إدارة الأنظمة دي؟ أكيد طبعا خلق واقع مختلف تماما ومسؤوليات جديدة على كاهل الناس اللي بتدير الأنظمة دي أو السيستم ادمنستريتورز. إدارة الكونتينرز في بيئة حقيقية بقى ليها أولويات مختلفة. بقى لازم نهتم جدا بتأمين الإيمجز دي والتأكد من إن ما فيهاش ثغرات أمنية.
بقى لازم نعمل أتمتة لكل حاجة، زي إن لو كونتينر وقع يقوم لوحده من غير تدخل. لازم نفكر إزاي نحفظ البيانات المهمة زي بيانات الداتابيز بشكل دايم. ولازم طبعا نراقب كل حاجة بتحصل جوه الكونتينرز دي عشان نعرف لو في أي مشكلة بتحصل في وقتها. الرحلة دي في عالم تطوير السوفت وير لسه ما خلصتش، بالعكس هي لسه بتتطور. ومع انتشار الذكاء الاصطناعي والأنظمة الموزعة اللي بتعتمد على آلاف الكونتينرز، السؤال اللي بيطرح نفسه دلوقتي: يا ترى إيه هو الجيل اللي جاي من الكونتينرز؟ وإيه الابتكارات اللي هنشوفها في المستقبل القريب؟ ده اللي الأيام الجاية هتكشفه.